أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلاش. معانا مجموعة من الأخبار عن فنانينا وفناناتنا، ومعانا كمان مجموعة من التقارير. تعالوا نذهب لفاصل على طول ونرجع وبعدين نكمل ونبدأ حلقتنا. اجتمع الفنان هاني رمزي مع سيد حلمي رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعد خلاف حصل بينهم أثناء تصوير مسلسل عريس ديليفري، والسبب أن الناس أرجعوا ده لرغبة سيد حلمي والقائمين على إنتاج المسلسل على تخفيض أجر هاني رمزي. لكن بالفعل هاني رمزي وافق على أن هو يخفض من أجره، والحقيقة أن هو خفضه 3 مرات، يعني 5% في 5% في 5% وأكتر لغاية ما وصل ل 20%. وكمان بيقول أن هو عنده استعداد ان كمان اجره ينزل اكتر من كده ويكمل مسلسله عريس ديليفري ويدخل استوديوهات مدينة الانتاج الاعلامي عشان يكمل المسلسل ده. من المقرر ان يشاركوا البطولة الفنانة هالة فاخر والاخراج لاشرف سالم. ظهرت في الفترة الأخيرة توجه من القائمين على صناعة الدراما التلفزيونية لإعادة وإحياء فكرة الحلقات اللي هي بتصل ل 15 حلقة من كل مسلسل، وفكرة السباعيات كمان اللي كانت موجودة بقوة في الدراما التلفزيونية زمان. والفكرة دي جات للقائمين على صناعة الدراما التلفزيونية بسبب أحداث ثورة 25 يناير علشان يقدروا إن هم يلحقوا بركب الإنتاج التلفزيوني مع رمضان. ومن نجمات اللي كان ليها دور في هذه المسألة وقامت قبل كده بتقديم العديد من المسلسلات اللي بيصل عدد حلقاتها ل 15 حلقة، النجمة إلهام شاهين قدمت لنا نعم ما زلت أنسة وامرأة في ورطة، وهي منورانا دلوقتي في المداخلة التليفونية دي. مساء الخير مدام إلهام. مساء النور، ازيك حبيبتي؟ ايه الأخبار، حضرتك كويسة؟ الحمد لله. ايه رأي حضرتك في الفكرة بقى ان في مشكلات دلوقتي من صناع الدراما التلفزيونية بيقولوا مش هنقدر نلاحق على الركب الرمضاني، ففي فكرة ان يبقى في سباعيات او مسلسلات 15 حلقة، ايه رأيك في الموضوع ده؟ انا بأيدها جدا جدا جدا، وهي مش فكرة حديثة او ناتجة للظروف الحالية، لان ده كان موجود قبل كده. احنا قدمنا اعمال كتير، اعمال كانت جميلة. كان في وقت المسلسل ما يزيدش عن 13 حلقة. ومثلا انا عملت مسلسل نصف ربيع الاخر كان 17 حلقة. تمام. والعديد من الاعمال اللي ما كناش اصلا بنتقيد بعدد حلقات. يعني الكاتب يطلق لخياله العنان في الكتابة زي ما تطلع مع الحلقات، من غير ما يبقى قاصد انه يمط في الاحداث عشان يطولها او انه يختصر جدا، يعني يكتب بحرية وزي ما تطلع عدد الحلقات. انا مع الرأي ده لان ده في الاخر فعلا لصالح العمل الفني والجمهور. طب مدام إلهام، في الفترة دي اتعرض على حضرتك اعمال بهذا الشكل؟ يعني ممكن نلاقيكي في سباعية في رمضان الجاي او مسلسل 15 حلقة، ولا مش هتلحقي تعملي ده او ما اتعرضش؟ لا، انا رمضان الجاي لان انا كان العمل اللي متحضر اوريدي، وده احنا بنحضره من اكتر من سنتين. يعني من قبل ما اعمل السنه اللي فاتت اللي هم 15 حلقه او 15 حلقه امراه في ورطه ونعم ما زلت انسه. عندي مسلسل كان اسمه قضيه معالي الوزير، فهو تاجل اكتر من مره، وهو مكتوب اوريدي عدد حلقاته 30. لان هو المساله يعني الموضوع هو اللي بيفرض نفسه المسلسل ده يبقى كام حلقه. صحيح. يعني في ليالي الحلميه كان في مثلا انا اشتغلت الجزء الرابع والخامس، في جزء فيهم 44 حلقة والتاني يمكن أكتر، مش فاكرة عددهم. ورغم كده ما عندناش فرصة نقول إن في لحظة ملل واحدة. فهي المسألة الموضوع نفسه هو اللي بيفرض إذا كان يبقى 30 أو أكتر أو أقل أو 15 أو سباعية. فهو الموضوع اللي بيفرض نفسه، مش إن إحنا نحدد نقول إحنا عايزين الموضوع ده في 15 حلقة أو عايزين الموضوع ده في سباعية. لا، حسب عدد الشخصيات وحسب الاحداث حجمها قد ايه اللي بيمر فيها العمل. طب مدام إلهام، الاعمال دي ايقاعها بيبقى سريع جدا، هل انت شايفه ان الجمهور المتلقي او المشاهدين بيرتبطوا بالمسلسل ده اكتر لانهم مكثف جدا، فبيبقى المتلقي او المشاهد حابب يشوف كل لحظه منه، ولا المسلسلات الاطول بتبقى فيها ارتباط اكتر بينها وبين المشاهدين؟ لا طبعا، الايقاع مهم جدا في العمل، وهو ده اللي بيميز العمل الجيد من العمل الرديء. العمل الرديء اللي هو تملي وانت بتتفرجي فايدك على ريموت كنترول وتروحي قلب القناه لانك حسيتي بملل، وان يعني المائده بتبقى مليئه بالمشاهيات، هتقلبي قنوات كتيره وتختاري اللي انت عايزاه، فما انتش مضطره. فبالتالي كده يبقى انتهى العمل. فالايقاع مهم جدا جدا، وده اللي كان بيفرق عمل عن عمل بالنسبه للنجاح،
وده اللي بيفرق مخرج عن مخرج. يعني في مخرج يبقى موثوق فيه قوي يقول لك ايقاعه سريع جدا ما بتملش لحظه. فهي مساله يعني اعتقد انها اذا كل كاتب فكر بقى انه يكتب بالايقاع السريع ده وان الاحداث تبقى محبوكه قوي سواء في سباعيه او 15 حلقه هيكون لصالح الدراما المصريه بالتاكيد. مدام الهام دايما معودانا على التالق والابداع في كل اعمالك، بنتمنى لك مزيد من التالق وان شاء الله نشوفك على الف خير بعمل متالق ومتميز زيك. شكرا ليكي. ميرسي.